كولر للمرة التانية بيعلم على فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. فيريرا ما اتعلمش الدرس وجه النهارده خد درس اقصى من الدرس الاولاني ويخسر من النادي الاهلي 3-0 في مباراة. الشوط الاول كان ضعيف فنيا، لكن الشوط التاني حاجة تانية خالص. الشوط الاولاني كان ضعيف من الفرقتين، ما شفناش محاولات كتيرة، شوطة من الزمالك عن طريق دونجا والناحية التانية شوطة عن طريق قفشة. الزمالك كان نازل باين ان هو عايز يأمن دفاعيا اكتر وعايز النقطة، لكن الاهلي كان باين ان هو عايز ثلاث نقط. وده اللي فعلا في الشوط الثاني. الاستراحه بتاعت الشوط الثاني دي مهمه قوي، بتبين لك مين المدير الفني اللي بيدي دش ساخن للاعيبته ويخليهم ينزلوا الشوط الثاني ياكلوا النجيله ويضغطوا على الزمالك عشان عايزين الفوز، وبين مدير فني اللي هو فريرا داخل ما عملش اي حاجه لفرقته ولا اي تغيير، هو مبين لفرقته ان هو عايز التعادل. وده اللي حصل خالص في اول الشوط لما فريرا بيدفع بعمر جابر بدل حمزه المسلوسي وبينزل مصطفى الزناري، بدل على المفروض ان انت نازل هتعمل تغييرات هجوميه عشان انت عايز تكسب الاهلي ويعني تزاحمه على المركز الاول. لكن كولر بيهاجم من الشوط الثاني من بدايته جدا، وده اللي بيسفر عنه. حسين الشحات بيعمل عرضيه لمين بقى اللي بيستلمها في منطقه 18؟ حمدي فتحي، لاعب الارتكاز موجود دايما في منطقه ال 18، يروح مستلم استلامه ولا اروع ومديها الكهرباء. كلمه السر في المباراه الثانيه على التوالي بعد تألق في سموحه، بيتألق النهارده قدام الزمالك وبيجيب جون حلو جدا. يسكت الاهلي على كده؟ لا ما يسكتش، يكمل هجمات. يروح محمد هاني عامل برده رفعه. مين اللي موجود في ال 18؟ ايوه هو حمدي فتحي لاعب الارتكاز. طب هتقول لي مين بيدافع ورا؟ في حاجه وراها اسمها الجوهره اليو ديانج، قايم بالدفاع بكل حاجه، مش بيخلي حد من لعيبه الزمالك يعدي، موجود في كل مكان. حمدي فتحي بيعمل يشترك في الكوره مع الزناري، بتنزل لمحمد شريف اللي بيشوطها في عواد على يمينه ويصفر عن الشوط عن الهدف الثاني. الاهلي بيسكت على كده؟ لا ما بيسكتش. الزمالك بيحاول يعمل شويه تغييرات، بينزل سيد نيمار وينزل شيكابالا، لكن الاهلي بيرد برده بهجمه عن طريق حمدي فتحي اللي بيستلم من على خط المرمى ويعدلها لمعلول، معلول يعمل اوفر، محمد شريف يحطها بشماله ولا اروع. كولر النهارده اثبت ان هو مدير فني كبير جدا، وان هو تفوق على فيريرا في كل شيء، وما شفناش من فيريرا اي حاجه، بالعكس دوخنا. فيريرا خلانا مش عارفين اللعيبه بتلعب فين. انا ولا عارف زيزو بيلعب يمين ولا شمال، شيكابالا نزل مش عارف بيلعب مهاجم ولا بيلعب طرف، سيد نيمار نزله بدل عبد الشافي مش عارف سيد نيمار بيدافع ولا بيهاجم. يعني حاجات غريبه. فيريرا الفتره الاخيره بيعمل حاجات مش بروفات خالص الصراحه. لكن كولر متميز جدا. كولر بيظهر في المباريات الكبيره بصوره حلوه جدا، بيقدر يخلي فرقته منظمه دفاعيا ومنظمه هجوميا. ولو هنتكلم عن الدفاع فتحيه كبيره جدا لرامي ربيعه وخالد عبد الفتاح. رامي ربيعه اللي كل ما بيتحط في موقف صعب بيثبت ان هو قدها، وخالد عبد الفتاح الوافد اللي لسه جاي جديد بيلعب في مركز غير مركزه، الراجل جاي باك يمين لكن بيلعب مساك وبيعمل مباراه كويسه جدا. الف مبروك للنادي الاهلي، اعتقد ده افضل تاهيل لكاس العالم للانديه. اتمنى الاهلي يروح ياخد مركز احسن من البرونزيه، نطمح ان شاء الله في مركز ثاني او اولاني، والاهلي اعتقد ان هو قادر يعملها، بس عايزين ننجز صفقه المهاجم الافريقي. وهارد لك لنادي الزمالك، والف مبروك للنادي الاهلي، واشوفكم في حلقه جديده من الكره مع حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.